السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوف قناتي يشترك فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. العيال كانوا جعانين، انا بقالي سنين كان نفسهم في الاكلة دي، وانا بصراحة ما بدخلش والله الحاجة دي خالص، ما بحبش خالص اي لحوم مصنعة تدخل البيت. فانا بقى ايه، طبعا صعبوا عليا، اتحايلوا عليا كتير، فقلت خلاص ماشي يلا ايه نعمل لهم اللي هم عاوزينه. قلت بقى يبقى عشاء خفيف بالليل و... وفي نفس الوقت عملت لهم اللي هم عاوزينه. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم هم وكل ولاد المسلمين اجمعين، خلي يا رب لكل ام ولادها. كان عندي بقى بطاطس من اللي هي الجديده دي، طالعه جميله تحفه قوي يا جماعه، بجد حلوه قوي، عامله زي الزبده كده. البطاطس الصغيره دي جبتها كيلو ب10 جنيه، اللي هي الرفيعه دي، يعني الاتنين كيلو ب20، ما شاء الله، يعني هيملوا بيتك خير كده. وكانت موجوده ونفعت اهي. اول ما جاعوا بالليل ما كانوش عايزين بقى ياكلوا طبيخ ولا الاكل اللي انا كنت عاملاه، رحت سلقه لهم بقى حبه بطاطس كده، وقعدنا نقشر بقى كده، كلنا شاركنا فيها ورحت بقى هرساها. شايفين زبدة زبدة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هرستها بقى كده ايه بايد الهون، اللي عنده بقى هرسة يهرس بيها، اللي عنده اي حاجة بقى ايه يتعامل. هرستها، وهم هنا بيحبوا البطاطس قوي بالكمون، يعني انا ما حطيتش عليها بقى ولا بيض ولا اي حاجة. هنا بقى طبعا الانسه رودي كانت واقفة عمالة بتساعد، شايفين؟ اللي ما بتعرفش تقشرها بايديها تقشرها بالسكينة. حطيت عليها بقى هنا زيت وكمون وملح وفلفل وكزبرة، بس فقط لا غير. بتبقى طعمها حلو، هي اصلا كانت جميله بصراحه وموفره. عملتها لهم بقى بالشكل ده كده، ما فيهاش اي افتكاسات يعني. والبطاطس حلوه جدا، ب10 جنيه كيلو، حلوه مش وحشه. هنا بقى كنت خلاص خلصت البطاطس، طبعا دي الانسه ياسمين مش عارفه تقلب، طب بتمسكي المعلقه مني ليه؟ انا مش عارفه. قالت لي هعمل لك انا، قلت لها خلاص اعملي. حبت تعمل العشاء وتعمل فيها الانسه ياسمين قد المسؤوليه، سبتها تعمل قد المسؤوليه زي ما بتقول. هنا بقى قلت هعمل لهم بقى البيفي او البلوبيف. جبت بيضتين قليتهم، كان عشا والله خفيف يعني كده. قلت ايه تشاركوني فيه وتقولوا لي ايه رايكم في البلوبيف، وبتعملوه كده ولا لا زي انا ما بعمله، ولا في طريقه تانية. وقولوا لي ايه افضل نوع، لان انا بصراحه النوع ده ما كانش عاجبني، يعني ما حسيتوش الطعم الاصلي بتاع البلوبيف كده. فانا قلت اكيد اصلا مش هيبقى حلو، لان العلبه ما كانتش غاليه يعني. تقريبا العلبه دي كانت ب50 او ب45 تقريبا، بس انا طبعا مرضيش استخدمها لما لقيت عليها صنع في مصر، كانت تقريبا ب45. حطيت بقى كده البيض قليته، ورحت بقى نزلت بيه بالعلبة دي. هي اسمها امريكانة بس هو مش امريكانة يا جماعة، مش مقاطعة يعني، مش تبع المقاطعة ولا حاجة. هي بس اسمها كده عشان خاطر ايه، يبقى يعني يعملوا آه، سحب للمنتج يعني. هنا بقى نزلت كده على البيض زي ما انتم ما شايفين. برضو ياسمين قالت لي لا روحي انت للبطاطس واخد انا البلويف، فمحيراني معاها. قولوا لي اعمل لها ايه البنت دي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مسكت بقى هي التليفون وقلت لها لا هاتي انا بقى كده اللي هقلب، انت مش عارفه تعملي حاجه. بنات اليومين دول هيجننونا كده، ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة. على فكرة انا بعرف اعمل حاجة، بس انا عشان كنت بصور فكنت بقى ماسكة بايد وبايد. لا انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه لا، خلاص. ما فيش حاجة اسمها انتوا. لا انتوا ما بتعرفوا. هما طب انا انتوا بعرف. طب انتوا بالله عليكم كده شوفوا كده الفيديو كده واحكموا وقولوا كده البنات بتعرف تعمل حاجه ولا لا. يعني مشغولين بنفسهم وبس، احنا كنا كده؟ احنا ما كناش كده. استني بس يا ماما، على فكرة انا بعرف والله العظيم، انا اللي بعمل كل حاجة. طب بتعملي الاكل؟ لا، ماما اللي بس بتعمل اهو الاكل. اهو قالت عشان الحقيقه. هقول لكم، عشان انا ما عنديش وقت. اوعى شفتي اهو انا قلت. مشغولين بنفسهم وبس. اهو ايه الحل بقى دلوقتي؟ لا، يعني حتى التقليب مش عارفه تقلب يا جماعه. طب ينفع؟ هنتعلم. طب حد يقول لها اي حاجه. طيب طب هتتجوز ازاي؟ ما طب متجوزة بتفرج على الفيديوهات. هي دلوقتي يعني مرتبطه بالفيديوهات بتاعتي، تقول لك لا انا هبقى اتفرج عليها واعمل زيها. طب ينفع؟ ايوه. قولوا لي كده ينفع؟ يعني تبقى ماما بتعرف تعمل كل الاكل وهي لا؟ طبيعي على فكرة. طبيعي اه، ان انتي ما بتعرفيش تعملي ما اي هو من حاجه. ورا العالم فاسد، ومن ورا الفاسد عالم. شفتوا القاعده اللي ماشيه عليها. يعني هي اعترفت ان هي فاسده. لا، شفتوا؟ انا اعت- بقول يعني قصدي انتي اعترفتي ان خلاص. لما يكون حد كويس اكيد يعني كده يعني. شفتوا هي اعترفت خلاص ان هي فاسده يا جماعه. طب قولوا لي، طب اعمل معاها ايه؟ قولوا لي.
هنا بقى احنا بنغرف، حتى انا بقيت ماسكه التليفون بايد وبغرف بايد اهو. اعمل ايه؟ حتى الغرفه اهو مش بتغرفي. ما هو انا كنت بصورها يا جماعه ومفيش حاجه طب انا بتعجب. اللي ماسكه على فكره. والله. والله. لا يعني يا هي ماما. والله انا اللي كنت بصور. طب وانا كنت بعمل ايه؟ اهو قولي لي بقى اهو. اهي شوف تاني مره تعترف بغلطها اهوت يا جماعه. لا استنوا بس، اكيد كنت بعمل حاجه. يعني مش عارفه، يعني مش كفايه حتى يشكروني ان انا دخلت لهم السموم دي يعني. دخلت لهم سموم البيت، وانا اصلا ضد اي اللحوم المصنعه دي، ما بحبش ادخلها اصلا. دخلتها لهم. اعمل لهم ايه تاني طيب؟ لا متشكرين يا ماما على السموم اللي دخلت معاك. ده مصر كلها بتدخل سموم الا احنا. ما طيب، ما دي حاجه حلوه مش وحشه. ان انا ايوه مش عايزه احنا. ادخل لهم اي سموم والله يا لا جماعه البيت. يعني بحب احنا احاول ان اصلا. انا بعمل لهم اي حاجه، يعني لما يبقى عايزين ناكل بلوبيف يبقى يعني ايه، بروح عامله اللحمه المفرومه دي معصجه وعامله لهم ببيض. بس ما بحطش عليها بصل. بصوا بتاع الميه مستقصدني، انا ايوه مش انا عارفه كنت اتكلم. جايبه فلفل، انا اللي عجبت الفلفل من التلاجة والاوضه كنت شاط. بغسلهم. طب قولوا لها شاطر. افتكرت. قولوا لها شاطر. وقطعت اول قطايه عشان ما اطمئن. هنا بقى رحت عامله لهم بقى السموم وخلاص يا جماعه، هنعمل ايه طيب؟ السموم. عملتها لهم بقى وعملت السلطه زي ما هي قالت كده. والبتنجان المقلي دوت كان موجود برضو في التلاجة، طلعته كل المستخبي طلع بقى عشان اعمل لهم العشاء ده. قولوا لي بقى ايه رايكم كده في العشاء دوت، وحلو ولا وحش، وياخد كام من 10؟ قيموا لي العشاء ده يا جماعه، وقيموا لي علبه البلوبيف دي. شايفين بقى القرده الصغيره لازم بتخطف. لو عجبكم بقى الفيديو، لايك بقى وشير واشتراك في القناه.